السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد بهذه الدعوة من جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية للحديث عن موضوع مهم جدا، وهو لأنه يتعلق بالكتاب، والكتاب طبعا ترقى أو تتدهور به الشعوب. والجزئية اللي نقبض عنها موضوع الكتاب اليوم هي يعني الإكراهات اللي يجبرها الكاتب. يعني كراهات الطبع طبعا في جميع أنحاء العالم هي موجودة. في المجتمع العربي هي أكثر يعني حدة، في المغرب العربي أكثر أيضا، وهي مضاعفة أيضا في مجتمع الصحراء جنوب المغرب. لماذا؟ لأنه أولا غياب دور النشر في هذه المنطقة يدفع الكاتب البسيط إلى أن يبحث عن دور النشر في المدن الشمالية، وهذا يزيده عناء، يزيده كلفة. والأكثر من هذا أنه لا يشرف بنفسه على الكتاب، وهذا راجع أيضا ليس غياب هذه دور النشر بصفة مطلقة، ولكن غياب معنوي، لأنه حتى دور النشر الموجودة يعني دار أو اثنتان على الأكثر يعني يفتقدوا للتنافس، وبالتالي فهم غير منافسين في هذه المنطقة، وبالتالي يعني يفعلون ما يشاءون، وهم يجدون أنفسهم في أمور أخرى مثل طبع الملصقات، طبع الدعوات، طبع اللافتات إلى آخره. في حين الكاتب المحلي اللي يبحث عن دار نشر حقيقية، أولا لأسباب متعددة، ليست فقط طبع الكتاب، ولكن أيضا تأهيل هذا الكتاب مثلا إلى مسابقات معينة إلى آخره. هذا كله مفتقد في هنا في الصحراء، ويعني تكاليف مضاعفة أولا من خلال الكتابة إذا شئنا نتحدث عن مهد الكتاب من البداية، وأن الكتابة من البداية هي فيها مجموعة من الإكراهات بحكم أنه مجتمع محافظ إلى آخره، ولكن هذا شأن خاص بالكاتب، يمكن له يتحدى هذا الأمر، يمكن له يتكلم ويكسر طابوهات إلى آخره ويتحدث بما يشاء، ذلك يرجع إلى الكاتب. لكن الذي أريد أن أقوله هو أنه كاتب، وأيضا يقوم ببقية المهام التي هي غير مناطة به في مناطق أخرى، فهو كاتب وهو ناشر وهو موزع وهو كل شيء بالنسبة لهذه المنطقة. أقول إذا قام بالطبع في يعني المدن الشمالية أو حتى أحيانا في الوطن العربي، فهذا يعني أكبر ضريبة فيه هو عدم إشرافه بنفسه على الكتاب، وبالتالي قد يخرج الكتاب بأخطاء أو يخرج على غير ما قاله إلى آخره. حتى هذه يعني وسائل الاتصال والتواصل لا تجدي كثيرا في وقوف الشخص على كتابه. والآن بدأ الكتاب في هذه المنطقة يلجؤون إلى طرق أخرى للطبع. أولا هنالك بعض الجمعيات التي تساعد قليلا في هذا الأمر، طبعا وفق الإمكانيات المحدودة، فهم لا يعني قد يحصلون على بعض الدعم المركزي، لكنهم يخصصونه لأمور أخرى ويفردون جزءا منه للطبع. هذا الجزء لا يكفي طبعا لأن يشمل جميع الكتاب مثلا، وبالتالي فيبحث الكاتب عن وسائل أخرى. من بين الجمعيات التي يعني قامت ببعض المحاولات هي جمعية نجاح للتنمية الاجتماعية، أيضا يعني فرع العيون، اتحاد كتاب المغرب فرع العيون أيضا قام بمحاولات. ولكن في العموم المشهد العام هو أنه هنالك شح في فرص الطبع بالنسبة للكاتب المحلي، خصوصا البسيط، وحتى الذين يتوفرون على يعني الإمكانيات المادية مثلي مثلا، فهم يعانون من الجانب الآخر من الإكراهات، وهو بعد المسافات وعدم وجود يعني دور النشر، وحتى إن وجدت فهي يعني لا توجد فيها رقابة لغوية على الإطلاق إلى آخره، والإخراج والأغلفة إلى آخره. كل هذه الأمور جعلت الكاتب المحلي يبحث عن حلول أخرى. هذه الحلول الأخرى تكمن في هذه الفرص النادرة التي تحدثنا عنها منذ قليل، التي تقوم بها بعض الجمعيات، أو المشاركة في بعض المسابقات التي الفوز فيها أو الدخول في اللوائح الطويلة يتيح له أن يطبع كتابه وأن ينشر، يكون يعني
الربح أو المكسب أكبر بالنسبة له. أتحدث عن الربح والمكسب المعنوي. ومن ذلك مثلا كتاب الدكتور الغلبوزيد، روايته التي دخلت في اللائحة الطويلة إلى جانب روايتنا الأروقة السوداء يعني مسابقة راشد محمد الشرقي، بحيث أنها طبعت الروايات ووزعت على مستوى العالم العربي. هذا كان أحد الحلول التي لجأنا إليها ككتاب محليين. لكن في العموم هذا الوضع يعني مؤسف، والكاتب المحلي في الصحراء يجد إكراهات كثيرة من بداية كتابة الرواية وحتى انتهاء بخروجه إلى أرض الواقع. والسلام عليكم.